مساء الخير يا طلبة تالتة إعدادي. عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير بإذن ربنا. النهاردة كده هنحل نموذج استرشادي الوزارة بتاع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. هنحل مع بعض امتحان الساينس البوكلت ده ونتعرف عليه، بس مش عايزك تتخض كده، يعني موضوع البوكلت ده موضوع إلى حد ما في مصلحتك. مش هنحتاج نسطر بره الكراسة، مش هنحتاج إن احنا ننقل أسئلة ونتلخبط في نقل رقم السؤال وهكذا. انت في البوكلت يا فندم هيكون عندك تحت كل سؤال مكان للحل، فهو الموضوع ما يخضكش، ولكن عايزك برضو تنتبه لمعلومة. ايه هي يا اندرو المعلومة؟ عايزك بس تكون عارف ان وارد ان شكل الاسئلة يكون متغير. ايه شكل الاسئلة يكون متغير؟ تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بص يا معلم، بص يا استاذة. طبعا كلمة جيف ريزون معناها اديني سبب، كلمة اكسبلين نفس الكلام. يعني هو هتلاقيه بيلعب معاك في رأس السؤال، اذا كان اكسبلين اذا كان جيف ريزون. فما تتخضش، احنا كده كده هنبص وبسم الله. وقبل ما نبدأ وبعد بسم الله، كل سنة وسيادتك طيب وبخير عشان عيد الأضحى المبارك. هيا بنا نحل مع بعض النموذج الاسترشادي بتاع محافظة القاهرة للساينس. أول سؤال بيقول لك، مش عارف بقى انت كده الصورة كبيرة ولا مش كبيرة، هي اكبرها لك اهي، ان شاء الله صوتي يكون واضح برضو. اول سؤال بيقول لحضرتك نقط is used to measure the electric potential difference. اولا طبعا مين بيقيس الالكتريك potential difference؟ هو عمه الفولتميتر. صحيح، من فضلك اعتبر ان حل الامتحان ده مراجعة. انا ان شاء الله هحاول اشرح بقدر الامكان وافكرك بكل بوينت، فانت خلي جنبك الامتحان مطبوع بقى، خلي جنبك الكالكوليتور بتاعتك، خلي جنبك كل حاجة بحيث ان احنا قاعدين بنراجع وبنذاكر انا وانت مع بعضينا. وان كنت ناسي افكرك، تعالى بقى بينا نفتكر. اولا الفولتميتر، عندنا كام جهاز يا ابن عمي؟ قال لك عندنا ثلاث اجهزه، ثلاثه او ثلاثه. واحد الفولتميتر او الفولتميتر لو انت زعلان، فولتميتر. والتاني الاميتر. طب والتالت الاوميتر. ماشي، كان الفولتميتر بيتوصل بوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف، ماشي جميل. وكان بيقيس يا اما الالكتروموتيف فورس لو الدايره مفتوحه، وكان بيقيس البوتنشال ديفرنس لو الدايره مقفوله. يبقى الكتروموتيف فورس مفتوحه اوبن دي سيركت، بوتنشال ديفرنس كلوزد سيركت. ماشي يا عم اندرو كمل. قال لك كان بيتوصل باراليل. يعني ايه باراليل؟ يعني ايه بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، بيتوصل باراليل. باراليل. اوكي اللي بعده. قال لك بقى الاميتر. الاميتر كان بيقيس الالكتريك كارنت انتنستي، بيقيس الاي انتنستي، وكان بيتوصل برضو بوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف، والدنيا معاك جميله. بس كان بيتوصل ايه يا اندرو؟ بيتوصل سيريس، يعني البوزيتيف ورا النيجاتيف على طول. ماشي. طب والاوميتر؟ قال لك الاوميتر ده بقى بيقيس الريزيستنس، ومفيش اي معلومات عنه غير انه بيقيس الريزيستنس وشكرا على كده. ماشي. طبعا ما تنساش ان الريوستات بيكنترول الفي والاي، يعني الريوستات معانا بردك. انا ممكن اراجعلك عليه تاني عشان تبقى انت فاهمان. الريوستات، الريوستات كان بيكنترول، بيتحكم، بيكنترول ايه يا اندرو؟ قال لك بيكنترول الاي والفي، بيكنترول الاي والفي عن طريق طبعا طول الريزيستنس، ان انا بطول الريزيستنس او بأثرها، اللي هو الريوستات نفسه. طيب نرجع نكمل كلامنا فوق. بيقول لحضرتك at the beginning، في بداية، at the beginning of مين؟ at the beginning of reaction، at the beginning of reaction the concentration of product. طبعا في البداية البرودكت هيكون بزيرو، ده طبيعي لان لسه في البداية، لكن لسه ما عملش حاجة في البيجيننج. ماشي. بعد كده بيقول لك الايرن راستنج is a result of chemical reactions. طبعا يا ابويا هنا الكيميكال رياكشنز بتاعتك تقدر تقول لي ان هي يا اما سلو يا اما فاست، وطبعا هنا كانت فيري سلو. تفاعلات الايرن راستنج هي تفاعلات فيري سلو، بتاخد سيفرال مانثز، بتاخد بعض الاشهر. اللي بعده بيقول لسيادتك وات هابن
in the following cases ماذا يحدث؟ ماشي. reducing يعني نقلل، reduce يعني نقلل، ماشي. نقلل ال length of the electric resistance relative to the current intensity. طبعا تعالى بردك نرجع على الحوار ده على جنب كده. هو بيقول لحضرتك هقلل طول السلك، علاقته ايه بالاي؟ فانت هنرجع لعم وام، عم الكوكب في الكهرباء. قال لك يا باشا الفي بتساوي الاي في الار. ايه يا ام؟ قال لك الفي بتساوي الاي في الار. ماشي، اللي بعده. قال لك ما هو اي رقمين مضروبين في بعض، اي رقمين هيتضربوا في بعض العلاقه بتاعتهم بتبقى انفرس، عكسيه. يعني ايه يا اندرو؟ يعني لو الريزيستنس بكل بساطه زادت، لو المقاومه زادت فالانتنستي لازم يقل. ليه؟ عشان زي ما قلت لك رقمين مضروبين في بعض العلاقه بتبقى عكسيه، وده حسب قانون اوم ان الاي والار ار انفرسلي بروبورشنال مع بعض. الاي والار انفرسلي مع بعض. ماشي. يبقى اذا اللي هيحصل معايا فوق reducing the length يعني لما اقلل اللينس. طبعا لو قللت اللينس ساعتها الالكتريك كارنت انتنستي هتتبسط، لان الطول بتاع المقاومه قل، وبالتالي المقاومه هتقل، وبالتالي الالكتريك كارنت انتنستي هتزيد عشان العلاقه عكسيه. تقول لي زي الكتريك كارنت انتنستي الاي ويل انكريس، الالكتريك كارنت انتنستي ويل انكريز، ويل انكريز. نمسح الدبليو الزياده دي. ماشي. الاي والانكريز. اللي بعده deficiency. طبعا ما تنساش ان كلمه deficiency معناها نقص. ماشي. deficiency in growth hormone secretions يعني لو هرمون النمو قل من البيتوتري جلاند. طبعا the person الشخص will suffer يعاني من الدوارفيزم، هيكون قزم لان هرمون النمو قل. وما تنساش ان لما هرمون النمو هيزيد هيبقى الشخص جاينت، هيسبب جايجنتزم، العملاقة. مش اللي بعده. 3. A person is exposed to frightening situation such as an attack by a vicious dog. ايه vicious dog دي ملناش فيه، يعني انت لو الكلمة دي مضايقاك فكك منها، يعني هي الإجابة أصلا في أول السؤال، بس هي vicious dog معناها كلب شرس أو كلب شرير، يعني الوزارة بتتفزلك معلش. A person is exposed to a frightening situation يعني لو حضرتك اتعرضت لموقف مخيف. طبعا ما تنساش راجعتها معاك في السنتر، راجعتها معاك في الاونلاين، واذا كنت طالب اول مره تسمعني فانت خليك عارف ان عشان شغلانه الادرينالين تشتغل، عشان شغلانه الادرينالين تشتغل لازم ايه يا اندرو؟ لازم البيتوتري جلاند تدي امر ايه؟ ايوه، لازم البيتوتري جلاند تدي امر. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني اولا البيتوتري جلاند، البيتوتري جلاند اولا هترد وتعمل سكريت، تسكريت تنتج. بص كده، سكريت. سكريت ايه يا دي اندرو؟ قال لك سكريت ذا تو ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. ايه؟ تو ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. ماشي. يبقى تنتج تو ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. ماشي. تعالى انت بس على جنب كده عشان احنا عايزين نكتب. ماشي. وبعدين قالك بعد ما الاكتيفيتنج هرمون ده ينتج ساعتها بقى الغده تشتغل. مين الغده اللي هتشتغل؟ الادرينالين ينتج من ادرينال جلاند. ذا تو ادرينال جلاند، التو ادرينال جلاند سكريت، تفرز الادرينالين هرمون. بجد؟ اه بجد. الكلام ده مهم، طبعا مهم. ما تنساش طبعا ان البيتوتري جلاند كانت بتنتج 7 هرمونات. والله يا ابني انا ما راجعتش المنهج قبل ما اطلع معاك على الفيديو ده، تعال نراجع السبعه مع بعض ونشوف انا متذكرهم ولا لا. اول هرمون في البيتوتري جلاند، تعال نكتب بس عشان برضك نبقى عارفين. اول هرمون هو ايه يا ابويا؟ الجروث هرمون. ماشي، الجروث هرمون. تاني هرمون قال لك يا باشا ان هي بتظبط ليفل الميه في الدم او ليفل الميه في الجسم، سوري. يبقى ريجيوليتنج ووتر هرمون. ريجيوليتنج ووتر هرمون.
ووتر هرمون. ماشي. الهرمون التالت قالك بتنشط الثيرويد جلاند اكتيفيتنج هرمون. الثيرويد جلاند هرمون. ماشي. 4 قالك يا باشا بتحفز الادرينال جلاند تنتج ادرينالين، يبقى بتنتج 2 ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. ماشي. 5 قالك هي بتعمل هرمون الماماري جلاند، الغدد اللبنية، عشان خاطر ترضع. ماشي. قالك بتعمل هرمون فاسيليتيتنج ديليفري. يعني ايه يا اندرو هرمون فاسيليتيتنج ديليفري؟ ده تسهيل الولادة. فاسيليتيتنج ديليفري. طب ايه الهرمون بقى؟ لا نسيه رقم 7، مش نسيه ولا حاجة. ده السكشوال جلاند اكتيفيتنج هرمون، الغدد الجنسية، السكس هرمونز. يلا لا 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 ما تنساش بقى. دي كده شغلانة مين؟ شغلانة طنط البيتوتري جلاند. طيب يبقى انا عشان اتعرض لموقف مخيف يمي 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 ايه اللي هيحصل؟ قالك يا باشا البيتوتري جلاند تنتج 2 ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. اها. ثم الادرينال جلاند تشتغل وتبدا تنتج ادرينالين زي ما انا شرحت لك فوق كده اهو. اها. امشي بقى. اهو. هو ده يا معلم. يعني احنا هنكتب ده كله الاول. تعال نشوف بقى هنكتب ايه. هتقولي والله بيتوتري جلاند، بيتوتري جلاند ريسبوند. يعني ريسبوند ترد باي سكريتنج تو ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. تو ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. لسه ما خلصناش، اصبر. زن التو ادرينالين جلاند او التو ادرينال جلاند زن تو ادرينال جلاند ريسبوند باي سكريتنج. تسخنش يا اندرو. حاضر. باي سكريتنج ايه بقى؟ ادرينالين هرمون. نأسف لبشاعة الخط، بس انت اكيد انا بقول وانا بتكلم وانا بكتب ولا ايه؟ ماشي. اللي بعده بيقول لك رايت. انت المفروض شايف برضو معايا اهو. رايت او اكسبلين with a balanced symbolic equation the effect of heat. تأثير ايه؟ تأثير الهيت، الحرارة. يعني مطلوب منك تكتب equation. حاضر. كتبني يا عم. قال لك الجيرين كبر كربونات، ولو انت ناسي افكرك سوسو كام؟ سوسو 3. ايه سوسو 3؟ يعني دي معادلة مين يا اندرو؟ سوسو 3 والله مش بهزر. سي يو سي او 3 سوسو 3 سهم وعليه مثلث يديك سي يو او وزائد سي او 2 جاز. خلصت؟ خلصت. لو انت بقى راجل قد الدنيا اكتب تحت ده جرين، تحت سوسو 3 وسوسو سوري سو اللي هو كبر اوكسايد، اكتب فوقيه بلاك او تحتيه بلاك طبعا. سو اللي هو كبر اوكسايد. اوكي. المعادلة التانية قال لك المعادلة التانية انا عايز الحرارة ولكن على الريد ميركوريك اوكسايد. ايه؟ على الريد ميركوريك اوكسايد. ماشي يا عم. الريد ميركوريك اوكسايد ادي 2 اتش جي او. سخن يا ابويا يديك 2 اتش جي طبعا لونه سيلفر، ويطلع معاه اكسجينة جميلة. خلصنا اول كام سؤال. خش على اللي بعده. قول لسيادتك write the scientific term. يعني اكتب لي ال scientific term. The amount of electricity flowing through a cross section of a conductor in 1 second. طبعا كلمة amount of electricity معناها كمية الكهرباء، وأول ما تلاقي كلمة كمية يبقى هو عايز ال quantity، صح؟ مش عايز quantity. quantity of charge. طبعا القانون بتاعها بيقولك إن Q بتساوي ال I على T. بقى كمية الكهرباء اللي بتعدي في 1 second. اللي بعده the arrangement
of metallic elements in descending order. طبعا دي CAS. CAS اللي هي الكيميكال اكتيفيتي سيريز. ايه كيميكال اكتيفيتي سيريز؟ كيميكال اكتيفيتي سيريز. اللي بعده the science that study the transmission of hereditary traits from one generation to another by studying similarities و differences. طبعا ده علم اللي قرفنا هو وبسلته، علم مندل اللي هو علم الجيناتكس. علم الجيناتكس بتاع البسلة. اللي بعده give reason او explain، اشرح. قول يا ابويا. قال لك some electric circuits have a sliding rheostat. ليه بنحط الريوستات؟ قال لك يا ابويا طبعا لسه شارحها لك من 5 6 7 ساعات، بهزر معاك. بحط الريوستات دايما عشان اكنترول الاي ومين والفي. يبقى تو كنترول الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هو الاي اند البوتنشال ديفرنس اللي هو في. اللي بعده give reason the ionic compounds react faster than covalent compound. طبعا الايونيك بيتم اسرع لان التفاعل ده بيتم between ions، اما الكوفالنت بوند فهو بيتم between molecules. يعني انا هكتب ايه؟ اقول لك يا سيدي بص، كل اللي عليك تكتبه because it take place between ions، بس كده. because it take place between ions، وما تنساش ان الكوفالنت بيتم between الموليكيولز يعني. اللي بعده مغنيسيوم ريبليس كابر ان سولت سولوشن. ليه المغنيسيوم يقدر يبدل مع الكابر but the reverse؟ كلمة reverse يعني العكس، بيقولك the reverse don't occur. طبعا عشان تعرف تجاوب على السؤال ده لازم تكون حافظ كنبة كمج ألزن فيه سم بيه حجاج بتاو. ايه؟ اه والله بكلمك بجد. كنبة كمج ألزن فيه سم بيه حجاج بتاو. طب تعالى نقولها. كنبة كمج ألزن فيه سن بي. وطبعا حجاج بتاو اللي هو الهيدروجين وما بعده. تعال نكتبهم. حجاج بتاو، وطبعا الكبر في الاخر AuCu جولدو الكبر. طبعا يا ابويا انت عارف ان اللي فوق الهيدروجين اقوى بكتير جدا من اللي تحت الهيدروجين. يعني كل ما بطلع فوق كل ما كان السلسله اقوى، كل ما بطلع لفوق كل ما كانت السلسله اقوى. احنا ممكن نمسح نكتبهم لك تاني تحت بعض. عارف انك عارفهم بس انا برضو ايه قلت اعيدهم مره كمان يعني الحب. انا مهم احفظ بتاعت كنبه كمج، كنبه كمج ألزن في سن بي اتش. فين المغنيسيوم؟ ادي المغنيسيوم. فين الكبر؟ الكبر تحت الهيدروجين، وبالتالي دايما اللي فوق هيطرد اللي تحت. يعني الاجابه هنا ايه بقى؟ بطل رغي. الاجابه هنا يا باشا هتقولي بيكوز مغنيسيوم كام بيفور كابر ان كيميكال اكتيفيتي سيريز. المغنيسيوم ريبليس كابر بيكوز مغنيسيوم كام بيفور كابر ان كيميكال اكتيفيتي سيريز. بيكوز مغنيسيوم comes before copper in chemical activity series. اللي بعده بيقول لك explain a method of connection the cells through the following figures. الكونكشن ده بيقول لك ان الالكتروموتيف فورس عماله تزيد. الكونكشن ده بيقول لك ان الالكتروموتيف فورس ثابته، قوه الالكتروموتيف فورس ثابته. طبعا الالكتروموتيف فورس بتكون ثابته في حاله واحده فقط لا غير، هي توصيله الباراليل عشان كده هي ثابته. اما اللي بتزيد فهي توصيله سيريس لان بجمعهم. ماشي. اللي بعده بيقول لك calculate the electromotive force in the opposite electric circuit. اجمع. حاضر هجمع. لو انت واخد بالك الرسمه سهله، ممكن نكبرها شويه عشان تبقى اوضح.
اهي. طبعا انا قلت لك في السنتر واديني بقول لك اونلاين اهو. من فضلك اتاكد التوصيلات بتوصلها بوزيتيف بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف. تعال نيجي نبص على اول خط من فوق، هتلاقي هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، اذا متوصله سيريس. طالما بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف يبقى ده سيريس. طبعا مجموعهم هيبقى 4 فولت عشان هي متوصله سيريس. اللي تحت نفس الكلام، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، برضو مجموعها هتبقى 4 فولت، ولكن 4 فولت فوق. بص دي متوصله بوزيتيف نيجاتيف، بص بقى اللي تحتها متوصله بوزيتيف نيجاتيف برضو، وبالتالي كده اللي فوق بارلل مع اللي تحت. يبقى الفرع اللي فوق سيريس والفرع اللي تحت سيريس، والفرعين بارلل لبعض عشان متوصله زي ما انا وريت سيادتك اهي، بوزيتيف مع البوزيتيف، بوزيتيف مع البوزيتيف، نيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى ده بارلل. يبقى 4 بارلل ل4، يبقى الإجمالي طبعا بعون الله هيكونوا 4 فولت فقط لا غير، عشان مجموع عشان بارلل، آسف، عشان بارلل فأنا باخد طرف واحد مش مجموعة ولا حاجة، سوري. يعني عشان بارلل فأنا باخد طرف واحد من الطرفين، واحد فوق واحد تحت، فوق بارلل لتحت، فأنا هاخد فرع واحد، الفرع ده هيبقى 4 فولت. أما الفرع اللي فوق فهو متوصل سيريس. عرفت انا منين؟ عشان بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف زي ما قلت لك، يبقى اللي فوق سيريز باربعه واللي تحت سيريز باربعه، والاتنين بارلل لبعض، يبقى الاجمالي 4 فولت. 4 فولت بس كده، شكرا. اللي بعده، سؤال تشوز عبيط. تعال حلو مع بعضينا. يقول لك الكالسيتونين مين بينتجه؟ طبعا الثيرويد جلاند، وانت مغمض عينك. الثيرويد جلاند بتنتج كالسيتونين وبتنتج ثيروكسين. طيب رقم اتنين بيقول لك ذا رياكشن كلورين زائد الكترون. قلتها لك في السنتر واديني بقول لك دلوقتي، الكترون قبل السهم يبقى ريدكشن، الكترون بعد السهم يبقى اوكسيديشن. قبل السهم ريدكشن، بعد السهم اوكسيديشن، بعد اوكسيديشن. طب ده قبل السهم، الالكترون هنا قبل السهم يا اندرو، يبقى الاجابه هتبقى ريدكشن عشان الالكترون قبل السهم. اما لو الالكترون كان بعد السهم يبقى ده اوكسيديشن. سؤال 3، when copper filling is added to dilute hydrochloric acid. لما احط الكابر فيلنج على هيدروكلوريك اسيد، طبعا ايه اللي هيحصل؟ برافو عليك، الكبر اهو والاتش سي ال طبعا هيبدل. اوعى تقول هيبدل عشان ما تجيبليش جلطه نو رياكشن، وحياه غلاوه ابوك وامك. زي ما سرحت بيك في السنتر اوعى تسرح بنفسك هنا، ادينا ما سرحتش بيك. نو رياكشن يا معلم. ليه يا معلم نو رياكشن؟ عشان ده كابر، والكابر مش هيطرد الهيدروجين، مش هيقدر يطرده، يعني الكبر جاي بعد الهيدروجين، وبالتالي مش هيقدر يطرده. نو رياكشن، الكبر مش هيتفاعل، وانا وريتها لك عملي. اللي بعده بيقول لك اكستراكت يعني استخرج، اكستراكت استخرج. the wood word الكلمة الخطأ. in each of the following: nature of reactant, concentration of product, reaction temperature, concentration of reactant. طبعا لو انت جيت بصيت عليهم لوهلة بسيطة هتعرف انه كلهم بيأثروا في السبيد اوف كيميكال رياكشن، ما عدا الكونسنتريشن اوف برودكت. البرودكت ملوش علاقه بالسبيد اوف كيميكال رياكشن. السبيد اوف كيميكال رياكشن بتتاثر بالنيتشر اوف رياكتنت والتمبريتشر والكونسنتريشن والكاتاليست. اما الكونسنتريشن اوف برودكت هي دي الكلمه الخطا، مش عندنا اصلا. اللي بعده امبير واوم فولتميتر اميتر. طبعا الامبير لان كلهم ديفايسز راجعتهم معاك في اول الفيديو، اما الامبير هو يونت. اللي بعده ديتاتشد اير لوب. طبعا ديتاتشد معناها فري اير لوب، اتاتشد معناها لازقه، دي اتاتشد معناها فري يعني مش لازقه. سوفت هير، كيرلي هير، وايد ايز. لوهله هتلاقي الموضوع في حاجه بسيطه، يعني في صفتين عكس بعض، حتى لو كان السؤال صياغته غلط، في صفتين عكس بعض، سوفت هير وكيرلي هير. احنا هنختار شيء بديهي، سوفت هير.
يبقى احنا اخترنا دي اتاتشد اير لوب. لا يا اندرو، اخترنا السوفت وير. قلنا ليه؟ كلهم صفات دومينانت، كلهم صفات دومينانت. يعني الدي اتاتشد اير لوب اللي هي الفري اير لوب صفه دومينانت، والكيرلي صفه دومينانت، والوايد ايز صفه دومينانت. الصفه الوحيده الريسيسيف هي السوفت هير. اللي بعده، صفحه خلصت. بيقول لك انسر، جاوب. حاضر، اسالني عشان اجاوب. explain on genetic basis the result of crossing between two pea plant, one of each tall stem and pure and the other is short stem. Illustrate in the genetic composition the result generation. لو انت واخد بالك المسألة سهلة وعبيطة كمان، ده الراجل مديك كل حاجة، مديك تي كابيتال تي كابيتال وعايزك تجوزها للتي سمول تي سمول. طول بيور مع شورت بيور، طبعا هيدينا 100% الطول هايبرد. تعالى نعملها. ادي الاب وادي الام، ادي البي البيرنت، تي كابيتال تي كابيتال واقفل المربع. هنا تي سمول تي سمول واقفل المربع. انا بقول لك هي كابيتال وسمول عشان لو الخط مش واضح يعني. هو تاني ممكن تي سمول. ماشي. طبعا هنا هيطلع جميتة واحدة تي كابيتال، هنا هيطلع جميتة واحدة تي سمول. جوزهم لبعض الاوف سبرينج. تقول لي والله يا اندرو تي كابيتال تي سمول اللي هو الطول ولكن هايبرد، يعني 100% طول ولكن هو طول هايبرد. بس خلاص، مسألة سهلة مش محتاجة فقاقة. وقف بقى وانقلها، حل معايا يعني، وانا همسح عشان خاطر احل المسألة اللي تحتها. هيا بينا نركب السفينة. السؤال اللي وراه بيقول لك احسب لي calculate the time عشان امشي 24 كولوم في كوندكتور ب 2 امبير. طبعا ده مسألة برضو مباشرة قوي، الكيو بتساوي الاي في التي. مسألة مباشرة للغاية للأمانة. فهو عايز يحسب التي. الراجل قال لك التي بتساوي الكيو على اي. طبعا الراجل مديك الكيو هيبقى 24 كولوم ومديك الاي ب 2، يبقى الإجابة تطلع معاك 12 seconds، 12 ثانية. كده خلصت. اللي بعده يقول لك question 4 put right or wrong. in dynamo، في الدينامو الجميل the light energy is converted into electric. طبعا يعني ما السؤال لا يعقل لسنة رابعة ابتدائي. الإجابة طبعا غلط، لأن الدينامو شغال بالميكانيكال انرجي، بالطاقة الحركية. اللي بعده بيقول لك الاوميتر is used to measure the resistance. ايوه شرحت لك في اول المقطع وصح طبعا. most metal sulfates اللي هو الاكس اس او 4 decompose into metal oxide وكربون دايوكسيد. طبعا غلط، هو بيطلع سلفر ترايوكسيد اللي هو الاس او 3. سلفر ترايوكسيد اللي هو الاس او 3. غلط. اللي بعده بيقول لك mention the importance. قول لي الاهميه. حاضر يا عم، ما تزعقش. اهميه الاكسيديز انزيم. الحق. هو اصلا عايز اسال سؤال يعني، هل الاكسيديز انزيم كان ليه اهميه واضحه في المنهج؟ طبعا لو انت طالب يعني مذاكر قوي هتقولي لا يا اندرو الصراحه ملوش اهميه في المنهج مباشره. هقول لك برافو. اذا هتقولي والله it work as a catalyst. نبدا بقى نهبد اجابه. work as a catalyst to speed the chemical reaction as، وتكمل بقى الإجابة as in decomposition mean of hydrogen peroxide into oxygen and water.
كده احنا اخترعنا اجابه لاهميه الاكسيديز انزيم. بس خلاص الموضوع بسيط. اللي بعده، اهميه الكالسيتونين هرمون. لا بقى يا حبيبي، ده ليه اجابه واضحه في المنهج وصريحه كمان. اهميه الكالسيتونين هرمون، بينظم ذا ليفل اوف كالسيوم ان بادي، بيظبط نسبه الكالسيوم في جسم البني ادم. اللي بعده بيقول لك انا بقى يا عم عايز اهميه بتاع ايه يا اندرو؟ اهميه الالترنيتنج كارنت. يا عم الالترنيتنج كارنت سهل مش حوار. ليه؟ قالك الالترنيتنج كارنت بيستخدم in lightning homes وفاكتوريز وهوسبيتالز، وروق على الكلام. in factories, homes, electric appliances, streets الشوارع، واديله يا معلم. ماشي. عايز يقارن بين الاكسيديشن والريدكشن ان ترم اوف ديفينيشن. طبعا هنا انت شاهد ملك. يعني ايه شاهد ملك يا ده اندرو باشا؟ انت عندك تعريفين للاكسيديشن، تعريف الريزل وطويل، وتعريف سهل. ايه التعريف السهل؟ it is a process of losing electrons. بس كده. ده الاكسيديشن، process of losing electrons، هي عملية خسارة الالكترونات. بس خلاص. طب والريدكشن نفس الكلام، بس هتقولي الجين بقى. بص الموضوع صعب ازاي. process of gaining electrons. بس خلاص خلصت. شفت الموضوع بسيط. استنى اشرب بق نسكافيه. اللي بعده السؤال بشرحه لاولى اعدادي. بيقول لك قارن بين حاضر ما بين الجيناتيك تريتس والاكوايرد تريتس. طبعا يا ابويا الجيناتيك تريتس they are traits that are transmitted from one generation to another، من جيل لاخر. طب والاجابه هنا العكس. they are not transferred او not transmitted from one generation to another. طب عايز examples، امثله. يا عم انت جيت في جمل، ده موضوع عبيط خالص. الامثله بتاعت الجيناتيك تريتس اكتب لي اي كلر، هير كلر وخلاص خلصنا. اما الاكوايرد تريتس اكتب لي بقى سويمنج، بلاينج فوتبول، وانت كده في السلنكتيه. موضوع بسيط. اوكي. اللي بعده ايه ده؟ خلص اسود. ده درافت. انا شايف ان الموضوع بسيط يعني. الحمد لله قدرنا نحل الامتحان وبسرعه، مخدناش وقت. اتمنى تكون استفدت، وان شاء الله برضو هنزل لك كام بوكلت تاني كده قريب. ربنا معاكم في الامتحانات، وركزوا كويس، وان شاء الله اشوفكم على خير. واللي محتاج حاجه طبعا يسالني، اذا كان في الكومنتس او لو معاه رقم يكلمني على البيج. انا تحت امركم في اي وقت في اي حاجه، وربنا معاكم بالنجاح ان شاء الله. طبعا ما تنساش ساينس ويل بي ايزي وزمي عزيزي. كان معكم اندرو مجدي. الى اللقاء.